بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا بطولة كأس الخليج الكل يعرف هي بطولة عربية تجمع بين الأخوة العرب والشعوب، خاصة العراق ما مستضيفها من 40 سنة. فهذا واجب على كل عراقي، اولا مو منا من احد، اثنين كلنا احنا كجمهور كاعلام كرياضيين كسياسيين كشعب لازم نتوحد ونكون ايد واحده ونظهر العراق بابهى صوره، وان شاء الله دائما العراق بابهى صوره. اتمنى من الجماهير العراقيه تآزر المنتخب الوطني والدعم الكامل من روابط المشجعين وكذلك من الاعلام العراقي. زين، كل تتحدث عن انه بطوله كاس الخليج راح تكون بطوله مغايره عن البطولات الاخرى، التحضيرات شلون كانت؟ والله حسب المعلومات التحضيرات ان شاء الله جيده، وراح يكون ايضا حفل افتتاح راح ينبهر به كل الاخوان الخليجيين، والعراق معروف بوقفاته وبكرمه، واحنا ان شاء الله يعني نبيض صوره طيبه للاخوان اللي جاينا. لكن الرساله المهمه لازم الكل تتكاتف، اي انتقاد اي يعني شغلات مشاكل شخصيه لازم نحولها هذه الفتره، خاصه هذا الشهر، وبعدها نقدر نواصل. يعني المهم نكون كلنا ايد واحده لنجاح البطوله. هل تعتبر بطوله كاس العالم بقطر هي مثال لبطوله كاس الخليج بالعراق؟ كأس العالم بقطر طبعا اولا الاخوان القطريين شرفونا كعرب، وكانت بطوله رائعه جدا واشاد بها العالم، مو بس احنا كعرب، ممكن احنا يقولون علينا متحيزين لان عرب، لكن اشاره دوليه. احنا ان شاء الله نتعلم ونتطور، ما بيه شيء، نتعلم مو عيب. وقطر تعرف انت هذه البطولات القويه وكاس العالم حتى بطوله الخليج هذه بطوله حكومات، بطوله دول، مو بطوله اتحاد او حتى مو بطوله وزاره. فان شاء الله ناخذ الجوانب الايجابيه من بطوله كاس العالم بقطر، ونحاول بالخليج نرتقي بهذه البطوله حتى نفتخر بها احنا كعراقيين، ويا هو اللي يجينا هم يفتخر بهذه البطوله. كل التوفيق لك استاذ احمد الهاشم. الله يسلمك.